السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبد الله عبد الناصر محمد عثمان، تمهيدي ماجستير سايبر سيكيورتي في جامعة حلوان، وده البروجكت الخاص بمادة كلاود سيكيورتي الخاصة بدكتور محمود الخولي. البروجكت بتاعنا كان بيتكلم عن السترايب ثريت موديلنج اوف كلاود بيزد ويب ابلكيشن، وده كان رقم 13 من ضمن البروجكت اللي كانت مرفوعة علشان نقدر نعملها. هنبدأ الأجندة بتاعتنا إيه هو الثريد موديلنج، وإيه هو السترايت والكاتيجوري بتاعتهم والداتا فلو دايجرام، ومؤخرا هنشوف الجزء العملي. فالفيديو هيكون فيه جزء نظري في البداية وفيه جزء عملي. طيب ايه هو الثريد موديلنج ده؟ احنا بنحلل النظام اللي شغالين عليه وبنحاول نكتشف التهديدات اللي ممكن تحصل فيه قبل ما حد يستغلها. الفكرة كلها ان احنا نفكر زي الهاكر ونقول ايه اللي ممكن يحصل لو الهاكر عمل حاجة معينة، وبعديها نبدأ نأمن كل نقاط الضعف اللي موجودة في النظام عندنا. طيب بعد كده هنلاقي ايه هو السترايت. السترايت ده عبارة عن اطار اتعمل من خلال شركة مايكروسوفت، بيساعدنا ان احنا نقدر نرتب انواع التهديدات دي اللي ممكن تواجه النظام بتاعنا. هم عبارة عن 6 انواع من التهديدات. كل حرف في كلمة سترايت بيرمز لحاجة معينة. يعني مثلا الاس ده اللي هو السبوفنج اللي هو انتحال الهوية، التامبرنج اللي هو التلاعب بالبيانات، وعندنا الانكار وتسريب المعلومات وتعطيل الخدمة ورفع الصلاحيات. الهدف من الاسترايد ده ان احنا نبقى ماشيين بخطوات منظمة ونفكر في كل تهديد محتمل. طيب الانواع دول زي ما قلنا هم 6. السبوفينج ده بيعمل ايه او بيشتغل ازاي؟ هو انتحال الهوية. يعني مثلا لما حد يزيف نفسه كأنه شخص تاني او يوزر تاني عشان يقدر يدخل على السيستم من غير ما يكون ليه صلاحيه، زي لما الهاكر يسرق يوزر نيم وباسورد ويدخل بيهم. الخطر ايه؟ وصول غير مصرح بيه، وبيقدر يسرق البيانات بتاعتنا او يسيطر عليها من خلال السيستم. طيب احنا الحل ايه؟ نستخدم بقى اللي هو الباسورد يكون قوي ومالتي فانكشن اوثنتيكيشن عشان نقدر نأمن الحاجه دي، وكمان نقدر نحمي السيشن بتاعتنا، وكمان نقدر نرصد المحاولات المشبوهه. النوع التاني اللي هو التامبرنج اللي هو ويز داتا. هنا بقى الهاكر بيغير في الداتا سواء وهي ماشيه عن طريق السيرفر بتاعنا او هي متخزنه. زي ما احنا هنعمل في البروجكت بتاعنا هناخد جزء تامبرنج و يعني نطبق الكلام ده عمل عليه. طيب الخطر طبعا ان هو بيقدر يغير الداتا وما يكونش فيه مصداقيه. الحل نقدر نستخدم تشفير زي ال HTTPS، ونعمل integrity check، ونعمل embed validation على السيرفر بتاعنا. طيب بعد كده هنلاقي عندنا اللي هو الانكار. ده لما حد يعمل اكشن جوه السيستم بتاعنا بعد كده ينكر انه عمله والسيستم مش عنده اثبات على ده، فيعني كده مفيش لوجز مثلا او لوجن موجود عندنا. طيب الخطر منه ايه؟ الخطر ان احنا بنفقد الثقه ومش هنقدر نثبت حاجه. نقدر نحلها ازاي؟ عن طريق ان احنا نسجل كل الهيستوريكال الموجوده في الاحداث المهمه، ونحمي اللوجز من التعديل، ونستخدم طرق غير قابله للانكار خالص اللي هي الديجيتال سيجنتشر. طيب اللي بعد كده بقى هنخش على اللي هي تسريب المعلومات. يعني سيستم بيطلع معلومات مش مفروض تطلع لاي حد، زي لما تظهر رساله ايرور مثلا فيها تفصيل عن الداتابيز او كود سيرفر. الخطر هنا بنسرب اسرار النظام، ممكن يستخدم هاكر بعدين بقى يشوف الدنيا دي ماشيه ازاي ويقدر يستغلها. طيب نحل ازاي؟ نخلي الرساله دي عامه، يعني ما فيهاش اي تفاصيل خاصه بالسيرفر بتاعنا. نستخدم تشفير للداتا الحساسه، ونقدر كمان نتحكم في الوصول للمعلومات بدقه. طيب بعد كده ندخل على تعطيل الخدمه. الهاكر هنا بيقدر ان هو يغرق السيستم بطلبات كتيره جدا لدرجه ان هو ممكن يهنج وما يفتحش، وده بيخلي الناس مش عارفه تستخدمه. خطوره النوع ده ان هو بيوقف زي ما قلنا السيستم، ويكون فيه خسائر على الخدمه نفسها. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا بنحدد عدد الطلبات بتاعنا اللي هي ريت ليميتيشن، او ما نخليش ان السيرفر ياخد طلبات كتير، وبنوزع الحمل هو لود بالانس، وبنراقب الترافيك اللي هو غريب.
طيب بعد كده بندخل على رفع الصلاحيات اللي هي اخر نوع. التحديد هنا بيحصل لما مستخدم عادي يلاقي ثغرة تخليه يتحول لادمن او يقدر يعمل حاجات مش مسموح ان هو يعملها. الخطر هنا ممكن يحصل ايه؟ لا، هيبقى عنده كنترول كامل على السيستم او تسريب الداتا بتاعتنا. والحل ان احنا نستخدم رول بيزد اكسس كنترول، او نراجع الكود بتاعنا بانتظام، او نطبق مبدأ اقل صلاحية ممكن اللي هي ليست بريفريج، ان احنا ما نديش اي صلاحيات لاي حد وتكون بليميتيشن معين. طيب الداتا فلو دايجرام ده رسم بيوضح ازاي البيانات بتتحرك جوه النظام بتاعنا. مهم جدا نرسمه قبل ما نبدا نحلل الاسترايد عشان نعرف كل مكون متوصل ازاي ومع مين، وممكن يحصل التهديد في انهي نقطه بالظبط. طيب العناصر هنا الموجوده في الرسم، عندك اليوزر اللي هو المستخدم اللي بيبعت الطلبات للنظام، وعندك الفرونت اند ويب ابلكيشن اللي هو واجهه الموقع اللي بيتعامل معاه اليوزر، والاي بي اي جيت واي الباب اللي بيستقبل منها الطلبات وبيوجهها، والابلكيشن سيرفر اللي انت شغال عليه بقى بيشتغل الكود ويرد على الطلبات، وعندك الداتابيز قاعده البيانات اللي هي موجوده عندك، والاكسترنال سيرفر اي خدمات او اي حاجه بره السيستم ده. فين الخطوره بتاعتنا؟ كل سهم في الرسمه دي بيمثل نقطه ممكن الهاكر يستغلها، مثلا زي السبوفينج او التامبرينج. فده طبعا بيخلي ان في ممكن مشكله تحصل على الابلكيشن بتاعتك، سواء ان هو يبعت داتا مزيفه، يتجسس على البيانات، او يعدل في اي حاجه. الرسمه دي بتساعدك ان انت تعرف تحدد النظام وتحط عليه كل نقطه محتاج تتامن ازاي، زي الطلبات اللي بتتبعت والبيانات اللي بتتخزن، او الاكسترنال الحاجات اللي هي خارجيه يعني، علشان نقدر نحمي كل حاجه. ده كده الجزء النظري. طيب احنا هنا بقى هنبدأ في الجزء العملي، وهنتكلم في الفيديو على انواع التهديدات اللي ممكن تحصل لاي تطبيق ويب، وده بيكون من خلال تلاعب المستخدم بالبيانات اللي بتتبعت للسيرفر. التهديد ده اسمه التامبرينج، وده معناه ببساطه ان اي حد يقدر يغير محتوى الريكوست، زي اليوزر نيم والباسورد، او حتى البريميشن او الصلاحيات اللي موجوده قبل ما يوصل للسيرفر. احنا هنشوف الجزء العملي دلوقتي ازاي الموضوع ده بيتم باستخدام البيب سويت، وهنعدل على بيانات تسجيل الدخول ونبعت الطلب المعدل للسيرفر ونشوف النتيجه هتتم ازاي. الهدف هنا ان احنا نفهم قد ايه مهم ان احنا نامن البيانات بتاعتنا حتى بعد ما تطلع من المتصفح، لان التلاعب ده ممكن يحصل في النص. طيب يعني انا دلوقتي ازاي اقدر اعدل البيانات دي على الفورم، زي اليوزر نيم والباسورد قبل ما توصل للسيرفر، باستخدام الاداه اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيرب سويت، وده اللي بنسميه التامبرينج. اول حاجه دلوقتي انا مجهزها عندي صفحه وهميه اللي هي تسجيل الدخول يعني اللوجن، وانا كاتب الكود وظبطته على الكالي بحيث ان هو نقدر نعمل تيست على الحاجه دي بشكل عملي. هنقول ان دي صفحه فيك يعني، وهنبدا ان احنا نشغل السيرفر بتاعنا على الكالي. طبعا الكلام ده انا مجهزه، يعني مثلا لو انا فتحت هنا الكالي لينكس هلاقي ان انا شغال اهو، وهفتح البير سويت. اول حاجه بعملها طبعا انا ظبطت الصفحه بتاع اللوجن وشغلت السيرفر بتاعي. هبدا هنا افتح الابلكيشن اللي اقدر اتريس عليه على اي حاجه، اقول له ديليت الكلام ده كله، اقول له نيكست، بعد كده ستارت. هيبدا ان هو يفتح معايا، ونروح على البروكسي ونتاكد ان هو الابلكيشن فتح واشتغل معانا. هنديله كام ثانيه كده على ما يفتح. ادي اهو فتح معانا. هندخل على البروكسي ونتاكد ان هنا معموله اون، ونبدا بقى نشتغل. انا هنا مثلا شغال عن طريق كود، يعني مثلا ممكن اشتغل عن طريق البراوزر هنا، وبعمل اللوكال هوست اللي انا لسه عامل فيه السكريبت الخاص بصفحه اللوجن اللي هو ده، او عن طريق ان انا بعمل عن طريق الكود اللي انا مظبطه بحيث ان هو يرن في التيرمينال على طول. فانا يعني هختصر الحته دي واعملها في التيرمينال، بالنسبه لي هتكون افضل. مثلا نفتح التيرمينال، بس اول حاجه طبعا بنكون فاتحين الابلكيشن
هو البيب سويت. بعد كده بدوس له انتر، هنلاقي الطلب ده دلوقتي ظهر عندي في الاب بتاعنا اهو. ادي اللوكال اهو، وادي اليوزر اهو. قبل ما اعمل له فورورد، ما انا ممكن اعدل عليه، ولكن لازم نسلكت الاول هنا اهو. اهو ادي اللوكال اهو، وببدا ان انا اعدل براحتي واقول له روح على الفورورد. كده راح هناك اهو. لو رحنا على الهيستوري هنلاقي ان هو ده كان الاساسي وقبل الباسورد بتاعنا الار، وهتلاقيه كمان مسمع معانا هنا في الترم اللي احنا عملناه. فكده ممكن اي حد يقدر يدخل ويعدل على اللوجن بتاعه ويظهر معانا زي ما انتم شفتوا في التيرمينال او في الداشبورد الخاصه بالبيب دي. طبعا الابلكيشن مفتوح مرتين، فانا هقفل دي وهفتح الثانيه اهي. انا قدرت ان انا اعدل عادي جدا وعملت له فورورد، فبالتالي ان هو اي حد يقدر يدخل ويعدل براحته. ده كده حاجه من ضمن الست حاجات. هكذا بقى ممكن نطبق على باقي ست حاجات عن طريق الابلكيشن هنا. فده كان الشرح العملي. اتمنى اكون الحاجه دي وصلت بشكل احترافي.